ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم كل حاجة related ل nouns. احنا lesson number 2، احنا lesson number 1 خدنا فيها ال capital letters، واحنا دلوقتي في lesson number 2. تمام. طيب احنا النظام بتاعنا ماشيين ازاي؟ ان احنا بنسمع الفيديو، بنسمع الشرح كويس جدا، في النص بيبقى فيه exercises بنحلها سوا، بس في الاول نعمل pause للفيديو نحلها لوحدنا، وبعدين نرجع تاني نشوف الانسرز ونكوركت الانسرز بتاعتنا. وفي اخر الفيديو خالص بيبقى فيه كويز، لينك للكويز، بنفتح الكويز ونحله، وبعد كده بيبقى اوتوماتيكلي كوركتد، ونشوف احنا غلطنا في ايه وايه الصح وايه الغلط. تمام كده. طيب قبل ما نبتدي هعرفكم بنفسي. انا دكتور عليا ياسر، دكتوره صيدلانيه. I have the TESOL diploma من Notting Hill College UK. التيسول دبلومة دي بتأهل التيتشرز ان هم teach English for second language او foreign language speakers زينا احنا العرب، عشان احنا لغتنا الاولى هي العربي. فالتيسول بتخلينا نعلم الناس second language speakers الانجليش. تمام. طيب مش عايزين نعمل طبعا مش عايزين ننسى ان احنا نعمل سبسكرايب للشانل عشان يجيلنا الفيديوز اول باول. نتابع بقى الفيديو للاخر عشان في مفاجأة ان شاء الله في اخر الفيديو تعجبكم جدا وتساعدكم في الانجليش يعني. طيب خلينا بقى نبتدي. احنا دلوقتي في lesson number 2 the nouns. ايه learning objectives بتاعتنا او اهداف الليسن دي. by the end of this session you will be able to ان شاء الله define a common noun و define proper noun. هنعرف تعريفات ال common noun وال proper nouns، وهن differentiate between ال common and proper nouns، نعرف ايه الفروقات اللي بينهم، وهن solve exercises on common and proper nouns، وفي الاخر خالص هنخلص الكويز هنحله. تمام كده. طيب قبل ما ندخل في الناونز هنعرف يعني ايه parts of speech. زي اي لغة في العالم في كلمات، والكلمات دي متصنفة انواع. تمام. زي مثلا احنا عندنا في العربي عندنا افعال واسماء وصفات وهكذا. نفس الكلام في الانجليش، كل كلمة في الانجليش متصنفة حسب نوعها لكاتيجوري معينة. خلاص. فبالنسبة للإنجليش احنا عندنا ال parts of speech، عندنا nouns, pronouns, adjectives, articles, conjunctions, prepositions, verbs and so on. هما 9 parts of speech. كل اسبوع ان شاء الله هناخد واحدة منهم، فبالتالي النهاردة هنبتدي بالناونز. خلاص. الناونز هي بالعربي الأسماء. تمام. عندنا تمام common nouns and proper nouns. طيب ايه هي ال common nouns؟ they are words used to name general items rather than specific ones. بمعنى ان هي الاسماء الجنرال، خلاص، العادية. ال common nouns never capitalized. فاكرين في ال lesson number 1 لما كنا بنقول capital letters when to use capital letters وامتى لأ؟ ال common nouns they are never capitalized. عمرنا ما نخليهم capital letter الا في حالتين، لو هي في اول السنتنس او في عنوان. تمام كده. غير كده مش بنخليها خالص capital letter. طيب ايه هي الاكزامبلز ال common nouns؟ عندنا مثلا الانيمالز، اي نوع من انواع الحيوانات يعتبر common noun. البليسز، اي مكان في العالم يعتبر common noun. تمام. الاشياء things، زي مثلا شباك window box bag اي حاجة. البروفيشنز، الشغل، انواع الشغل زي مثلا actor lawyer police officer and so on. teacher مثلا يعتبر common noun. اوكي. دي كده ال common nouns الموجودة يعني in general. ودلوقتي احنا هنحل الاكسرسايز ده. انا هشرحه وبعد كده نعمل بوز للفيديو نحله لوحدنا، وبعدين نرجع تاني نشوف الانسرز. تمام. طيب عندنا مجموعة كلمات من اول swimmer لغاية camel. خلاص. احنا المفروض هنبتدي نصنفهم تحت الكاتيجوريز دي. هل هو people, animals, places, things. تمام. فنعمل دلوقتي بوز للفيديو نبتدي نعمل لهم categorizing وبعدين نرجع تاني. طيب دلوقتي المفروض خلاص حليتوا الاكسرسايز ده. تعالوا نبتدي بقى احنا نحله مع بعض. اول حاجة، اول كلمة هي swimmer ده السباح يعتبر people. snail دي animal. تمام. fire دي things.
وانجن برضو تمام. clown المهرج يعتبر people خلاص. letters flag river هنا places نهر خلاص. barber يعني حلاق. mountain و fox ده animal ثعلب. hotel ده place فندق خلاص. parrot ده animal البغبغان. taxi ده things خلاص. gardener المزارع. camel ده الجمل اللي هو خلاص يبقى camel هو الجمل ده يعتبر animals. طيب دي كده الانسرز، يا رب تكونوا واضحه عندكم. طيب تاني حاجه هي ال proper nouns. ايه هي proper nouns؟ it is a specific name for a particular person, place or thing. تمام. يبقى proper nouns هم specific names و they are always capitalized. ال common nouns they are never capitalized. لا دي they are always capitalized في ايا يكن موقعها في الجمله لازم تبقى capitalized. تمام. طيب مش هتفرق معانا في اول الجمله ولا في title ولا في اي حاجه، هي لازم تبقى capitalized. طيب ايه examples؟ عندنا مثلا الاسم الشخصي بتاعنا، ال names of the countries اسامي البلاد زي مثلا Egypt، names of towns, cities, buildings and landmarks زي مثلا كايرو تعتبر proper noun. days of the week زي Wednesday. months of the year زي مثلا احنا دلوقتي في اكتوبر خلاص. names of mountains, seas, rivers and lakes زي مثلا الريد سي. و names of festivals, special events and holidays زي مثلا the Mother's Day and so on. اوكي. طيب دي كده ال proper nouns و examples عليها، وقلنا انها لازم تبقى capitalized خلاص. طيب دي كده جدول بيقارن بين ال common nouns وال proper nouns كأنها كده خلاصة لللسن كلها. تمام. طيب أول حاجة بنقول ال definition. طيب definition of common nouns they are general nouns، بينما ال proper nouns they are specific nouns. تمام. طيب بالنسبة للcapitalization قلنا ان ال common nouns دايما بيكونوا lower case إلا لو هم في title أو في أول sentence، وال proper nouns دايما upper case أيا يكن موقعها في الجملة. تمام. طيب example زي مثلا fruits دي تعتبر common nouns وبتبقى lower case، وال apple دي تعتبر proper nouns. تمام. طيب هنحل بقى السؤال ده. look at the words خلاص which ones are common nouns and which ones are proper nouns. عندنا الكلمات دي خلاص هنعمل لها classification هل هي common noun ولا proper noun according to الكلام اللي احنا قلناه so far خلاص. نعمل pause للفيديو ونحل وبعدين نرجع تاني نحله سوا. طيب يلا بقى نبتدي نحل. اول كلمة اللي هي ليزا. ليزا دي اسم بنت فهنحطها في proper noun. bank ده اسم common عادي. president الرئيس طبعا هيكون في ال proper nouns. hotel ده مش specific name يعني مجرد فندق عادي خلاص. united bank اليونايتد بانك ده اسم بتاع بنك معين specific فبالتالي هنحطه هنا في proper nouns. طيب January قلنا name of the months of the year هنحطهم هنا في ال proper nouns. beach ده مجرد شاطئ من غير اسم فهنحطه common ده general. طيب بينما sand beach hotel اهو ده اسم مكان معين هوتيل معين خلاص فهنكتبه هنا sand beach hotel. اوكي. طيب دكتور name of a profession الطبيب هنحطه هنا خلاص. month ده شهر من غير اي specification هنحطه هنا. دكتور وانج ده اسم الراجل الدكتور فهنسميه هنا دكتور وانج. وهنا girl خلاص. طيب دي كده الانسرز، يا رب تكونوا حلتوها صح. تشيك كده your answers وان شاء الله كلها تطلع صح.
طيب احنا كده خلصنا تقريبا. المفاجأة اللي انا وعدتكم بيها ان السلايدز اللي انا بشرح منها دي عملتها PDF، وهحط اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس عشان اي حد عايز ينزلها ويعمل لها داونلودنج ويبتدي يذاكر منها او يعمل لها برينتنج او يشرحها للطلبة اللي عنده، مفيش اي مشاكل خلاص. هتلاقوا اللينك في جوجل درايف، هندوس على اللينك وهنفتحه ونعمل داونلودنج. تمام. طيب دي كده حاجه. تاني حاجه هحط في الديسكريبشن بوكس اللينك بتاع الفيسبوك جروب عشان اي حد عنده سؤال يعمل جوين ويدخل جوه يسال السؤال بتاعه خلاص. وهنلاقي برضو اللينك بتاع الكويز عشان نحله ونشوف احنا عملنا ايه صح وعملنا ايه غلط خلاص. مش عايزين ننسى نعمل سبسكرايب للشانل ولايك وشير لو الفيديو حلو. وعندكم الواتساب نمبر والجيميل لو محتاجين اي حاجة. اهلا وسهلا اي وقت. thank you so much ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.